لا شك أن الربيع العربي الإسلامي قد ألهم الشاعر الشيخ عايض القرني وألهب قريحته الشعرية، فما هو آخر إنتاجك الشعري فيما يخص التوراة العربية؟ بارك الله فيك. أنا نظمت قصيدة مقطوعة شعرية أبارك للرؤساء المخلوعين الذين سقطوا. باركت لهم بالعيد، عيد الفطر المبارك، الذين سقطوا وانتهوا باركت لهم بالعيد، لأن قبل ذلك كنت كتبت مقال في جريدة الشرق الأوسط اسمها القرآن والثورات العربية، كنت ذكرت بالمذيع في قناة الجزيرة، فلما سقط مبارك بعد زين هذا تونس قال ألا بعد لمدى كما بعد الثمود، فلما شلوا بالمبارك بالطائرة قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقال الليبي اتصل من القاهرة قناة الجزيرة قال ما رأيك في القذافي؟ قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فهذا القرآن. أنا قلت في المباركة قلت قد أقبل العيد يحب واستانت به الطرب وقام للمجد في أخلاقه العرب، فمبارك قيدت في السجن قامته، مبارك قيدت في السجن قامته وشين تونس أفنى عمره الهرب. أما معمر فالأبطال تطلبه، أما معمر فالثوار تطلبه كأنه الفأر غطى رأسه الذنب. والشام تنصب للجزار مشنقة، السفاح مشنقة بشرى لبشار فالساعات تقترب. الله فيك شيخ. والشام تنصب للسفاح مشنقة بشرى لبشار فالساعات تقترب. وصالح أحرقت بالنار جبهته. ما شاء الله. والشعب زمجر والتاريخ يلتهب. ما أجمل العيد من غير الطغاة. ما أجمل العيد من غير الطغاة وما ألذ أن تبصر السفاح ينتحب. الله ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. ما شاء الله. The tongue finds itself difficult to translate this. نصبص. أنت ما تريد تدل كأنك متعاطف معه. بحب الحكام. اوكي نواصل الأسئلة. بس الترجمة ناس جايين